بسم الله الرحمن الرحيم. صرخة أمة للجهاد. هذه القصيدة من بحر الكامل، وهي قصيدة قديمة للشاعر الشيخ عبد الله جمال، كتبها سنة 83 و900 وألف ميلادية، أيام أن كان مدرسا بمعهد القراءات بزاوية المحجوب. وقد نسخت القصيدة عدة مرات، وفي بعض نسخها اختلاف يسير، وقد أثبتنا آخر ما استقر عليه الشاعر في أبياتها، فقال عليه رحمة الله: أصبحت كالأسد المكبل ناظرا زمر الذئاب لنهشه تتسابق، وغدوت كالنسر الكسير جناحه يهوى صعود الجو لكن يخفق، ولبثت كالبطل الجريح وحوله ضعف الوغى لسقوطه تتشوق، وحسرتي ولوعتي وفجعتي قدسي تداس وقبلتي تتحرق، ما بال أبنائي رضوا بمذلتي كل بجوفاء العبارة ينطق. يا أيها السكرى متى هو صحوكم حتى منوم من بحاري أعمق، غدر الشقيق حسبته أسطورة فإذا به في عصركم يتحقق، لم ألق شيئا قاسيا كقلوبكم حتى الجبال لنكبته تتشقق، عجبا لأحداق يراودها الكرى عجبا لأجفان أراها تطبق، وعدوها فطن يراقب غمضها والشر في عينيه باد محدق.